السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نسمي الله ونعمل مع بعض طريقة الحجازية يا جماعة. معايا كوباية أو 3/4 كوباية من الدقيق السميد، وهنحط السكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. التحلية أو السكر يا جماعة على حسب الرغبة، يعني في ناس مش بتحب السكر كتير، فده بترجع لكم تاني. أنا حطيت هنا نص سكر، معايا معلقتين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قرفة، او القرفة على حسب ما انتوا حابينها كده. قرفة. هجيب المقادير التانية معايا كاكاو، ماشي، معلقة كاكاو كده او معلقتين زي ما انت حابة. والمقادير دي مع بعضها كده بنبدأ نقلبها. دي الحشوة اللي احنا هنعملها ان شاء الله، ونعملها بالمقادير عشان حد طلبها مني بالمقادير كده ان شاء الله. عايزه تزودي بقى القرفه زودي، عاوزه تقللي شويه دي رجع لك انت كل ده. انا هحط شويه معايا عشان تخلي الحشوه تمسك معانا، ما تتفرفطش كده او تبقى فرولة. هنحط شوية شربات، الشربات بتاع اللي بنعمل بيه الكنافة او حاجة اللي بيبقى موجود عندك، دي بتمسك معانا الخلطة دي. وبعدين الخلطة ممكن تحط مكسرات للحشو، حابة تحط جوز الهند، مش حابة خالص، دي الحشو دي بتاعتك انت وبطريقتك انت اللي انت حباها. يلا بقى نعمل المقادير بتاعتنا. انا معايا 3/4 كوبايه سكر او نص زي ما انت عاوزه. التحليه احنا قلنا في بعض الناس علشان يا جماعه بيبقى عندهم السكر مش بيحبوا الحاجه سكرها زياده، فالسكر انت تتحكمي فيه بمعرفتك. معايا بصوا كده هنحط 2 من دقيق السميد او البسبوسه على حسب الكميه. انا بعمل بالمقدار ليه او بالكوبايه علشان الناس اللي ما عندهاش ميزان مش هتقعد توزن يعني. احنا بنحط 2 من الكوبايات المعيارية ديت. حطيت كوبايتين دقيق السميد وعليهم 2 دقيق او 1.5 زي ما انت حابة برضو. المقادير الصحيحة 2 اللي هي مقدار الدقيق العادي. ادي المقدار التاني مع بعض هنقلبهم. المواد الجافة مع بعض كده سمينا الله. ويلا نحط بقى مقادير المادة الدهنية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا معايا كوبايه من السمنه على الزيت، خليط من الاتنين على بعض. لازم كده يا جماعه بتديكي نتيجه حلوه أوي. لا ينفع زبده ولا بينفع زيت بس ولا سمنه بس. احنا مش بنعمل ان احنا نبيع، احنا بنعمل البيت، فتعمليها ميكس كده بتبقى جميله قوي. هنبدا بقى نبسها مع بعض كده بايدينا. بس انا بس معاكم بس هعملها كده وتبسيها كويس. انا معايا هنا معلقه خميره، معلقه صغيره، مع معلقه سكر، حاطاه في ميه دافيه بس عشان آه، تشتغل الخميره معانا. وهنبدا نبس دي ونعجنها مع بعض بالنتيجه اللي احنا عاوزينها ان شاء الله. بصوا انا حطيت كده بقى المقدار الميه بالتدريج مع الخميره كده لحد ما ادتني النتيجه اللي انا عاوزاها ديت. هنبدا بقى نقسمها نصين، هناخد النص في اول الصاج وهنبدا نفردها، النص التاني بعد الحشو طبعا احنا عملناه وركناه على جنب زي ما انا قلت لكم المقادير بتاعتها. ومقادير العجينه معلقتين كوبايتين سميد، كوبايتين دقيق عادي، معلقه خميره صغيره، كوبايه السمنه على الزيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وصلتوا لهنا صلوا على النبي محمد وحطوا لي لايك جميل كده ان شاء الله. شايفين الجمال. هنبدا بقى نفردها في الصاج بتاعنا كده. هناخد نص الكميه ونبدا نفردها كده مع بعض. شايفين الطبقه كده فردناها مع بعض، هي مش طبقه سميكه رفيعه قوي. واحنا بنبدا بقى الحشو مع بعضنا كده. معلش عشان انا بس ببقى ماسكه التليفون في ايد. ونبدا نفرد الحشو مع بعض كده. عايزه تلبسوا جوانتي. على فكره انا ما بحطش ماده دهنيه للصينيه عشان دي كلها مواد دهنيه، فما فيش داعي ان احنا نحط اي ماده دهنيه في الصاج من تحت او في الحاجه اللي احنا بنعمل فيها. نبدا نعمل الحشوه كده ونفردها كويس. احنا رافعين حرف من هنا كده شويه، ونبدا نسويها كويس ونضغطها ونحط الطبقه التانية. ممكن تعمليها على مفرش سيليكون زي ده على قد الصاج، وهتخبزي النص التاني ده وتغطي بيه. ما عندكيش مفرش سيليكون يبقى كيس، اي كيس عندك، وهتفردي برضو الطبقه على الوش. وهنبدا مع بعض. معلش عشان انا ماسكه التليفون بايد. شايفين احنا فردنا النص التاني اللي هنحطه على الوش بالطريقه دي كده وعلى الصاج. وهنبدا يا جماعه بصوا هو بسهوله بسهوله قوي هيتشال معانا وبيتفرد كده. بس معلش طبعا انا هحطه على الوش التاني، هو بسهوله قوي قوي بيتفرد معانا على وش الحجازيه.
خلصنا الكمية بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفين دايرة بالشوكة، وهنبدأ نشكلها كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. دي كده بتخليها ما تعملش، ما تترفعش معانا وتعمل فقاقيع زي العيش كده وتقبل فوق، لا كده بتخليها حلو وشكلها جميل في نفس الوقت. خلصنا شكلها الجميل اللي انتوا شايفينه ده، مع بعض هندخلها الفرن ونشوف النتيجة ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملناها بالطريقة المظبوطة يا جماعة الحجازية. هنبدأ بقى نسقيها لشربات او نلمعها زي ما احنا بنعملها كل مرة، بتدينا اللمعة الجميلة ديت، جميلة قوي قوي، بتعجبكم ان شاء الله. شايفين الجمال، بتلمعها كده وتخليها حلوة، وشوية الشربات دول بيخلوها تضاعف الكمية وتبقى جميلة قوي. شايفين النتيجة، حشوة جميلة قوي قوي، تعجبكم ان شاء الله بمشيئة الرحمن. يلا نعمل حاجة زي مع بعض. ادي قعرها من تحت، جميلة قوي قوي، تعجبكم بمشيئة الرحمن. ودي طريقة الحجازية الصحيحة.